مرحبا بكم في قناة قهوة نجوم بوستا. اليوم هشارك معاكم تجربة جديدة باستخدام أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي. فلنبدأ. الآن قد وصل الفيديو، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هذا هو بطل التوصيل الحقيقي، نجم النجوم الذي يعمل في شركة بوستا. يعمل بجد في الأيام الأخيرة قبل العيد، ففرحة تسليم أوردر بدون تأجيل قبل العيد لا تقدر بثمن. لكن هذه الأيام الأخيرة دائما ما تكون صعبة ومرهقة لرجال التوصيل. تتراكم الطلبات والتسليمات، وعليهم التعامل مع جميعها قبل أن يأخذوا بعض الوقت لأنفسهم ولعائلاتهم للاحتفال بالعيد. إنه سباق مع الزمن. أبطالنا لديهم العديد من المحطات التي يجب أن يمر بها قبل الوصول إلى العملاء لتسليمهم. معظم العملاء سعداء جدا برؤيته، فهو بالنسبة إلى العديد الحماية والأمان. فكثير من العملاء تشعر بالاطمئنان فالتعامل مع نجوم بوستا. هناك أطفال تنتظر الهدايا الخاصة بهم التي تم بالفعل توصيلها عن طريق نجوم بوستا. يلتزم أبطالنا بتوصيل الشحنات في وقت قياسي وبدون أي تأخير. من الجيد مشاهدة الابتسامات على وجوه العملاء عند التسليم، وهذا هدف النجوم. هذا ما يجعل عملنا ذا قيمة. طلب إحدى العملاء من بطلنا الانتظار القليل. بينما ينتهي من بعد الإجراءات انتظروا بكامل الصبر دون أي مضايقة، على الرغم من ضغط العمل وكثرة الطلبات. عميل آخر يستلم في الشارع وحدث انتظار كثير، بس هذه شحنة العيد أن لم يتم الاستلام هتفرق كثير مع العميل، لكن الجميع يصر على التسليم لإسعاد العميل. ظل التسليم إلى وقت متاخر من اليوم دون أي مضايقة لإدخال السرور على الجميع. بذلوا الكثير من المجهود للنجاح في عملية التسليم. قبل نهاية اليوم لدينا محطة أخيرة قبل أن يستحق استراحة. هذا طرد مهم جدا يجب تسليمه لرجل يدعى شحاته. إنها هدية لابنه المغترب الذي يدرس في جامعة من جامعات مصر. طلب التسليم قبل العيد لأنه سيعود إلى الوطن للاحتفال بالعيد مع عائلته. الموقع النهائي التالي صعب بعض الشيء. عند التواصل مع العميل كان غير موجود المنزل، والأولاد هي من تقوم التسليم فدور مرتفع ولا يوجد مصعد. لا يتردد بطلنا في التوصيل لسعاد الأطفال التي تنتظر ملابس العيد. في لحظات تخيل إنهم أولاد ممكن تزعل لو ملابس العيد لم تصلهم، وكالعادة وبدون أي تفكير قرر يسلم الشحنة حتى لو في المريخ. طول اليوم في الشارع مش بس بيسلم شحنة، ده بيسلم ابتسامة وحب وثقة لملايين العملاء. حافظ شوارع مصر أقوى من الGPS. حافظ شوارعها أصل هي جينات بتجري في الدم. من أيام أجداد الجدود كان بيقدر يساعد ويخدم بكل حب، بكل رضا، بكل إتقان. ودائما وراء كل شحنة حكاية، وبطل الحكاية دائما بطلنا نجم بوستا. إزاي هيقدر يخلص اليوم ويخرج إجازة العيد ولسه في أوردر عبارة عن هدية من أب لابنته، ولم يتردد للحظات حتى يقوم بالتسليم رغم أن الشحنة خارج منطقة التوصيل. لكنه قرر أنه يقوم بعمل إضافي عن المطلوب منه. بالفعل راح سلم الشحنة بدون ما يطلب منه ذلك، ولكن ليشارك في إسعاد الجميع. فوسط هذا العمل الشاق لا ينسى أداء الصلاة. يذهب للصلاة والتقاط الأنفاس ويبدأ الرحلة من جديد. يقوم بتسلم الشحنات وتوزيع الإبسامات. هو ده نجم النجوم، حاسس إنه مسؤول عن الشحنة مثل مسؤوليته عن طفله الصغير الذي يحتاج إلى رعاية. كل شحنة يقوم بتوصيلها ليست له عمل فقط يقوم به، بل هدية يساعد في توصيلها. الابتسامة لا تفرق وجهه الجميل رغم التعب والمجهود.
بالابتسامة الجميلة بيقدر يوصلها للجميع. ده مش بيوصل شحنة، ده بيوصل فرحة للجميع. خلص يومه وقدر يسلم جميع الشحنات. ده بطل في أيام العيد. ذهب إلى بيته وقابل أطفاله بكل حب وود. يحتضن أطفاله لينتهى تعب اليوم. يجلس مع ابنته وتحكي له كيف تريد أن تكون مثله عندما تكبر، امرأة قوية وطيبة تساعد الآخرين. بطلنا سعيد جدا لسماع الجميع وإدخال السرور عليهم. يستريح من يوم مرهق وشاق، استراحة محارب. يسعى دائما للوصول إلى المستحيل. خلف كل شحنة قصة، وخلف كل قصة نجم من نجوم بوستا بيوصل السعادة والحب والبسمة. كل سنة وكل نجم من نجوم بوستا سعيد مع عائلته وأقاربه. النجم اللي كان سبب أنه يسعد الجميع بعد ما استطاع أن يوصل ليهم الشحنات قبل العيد. شكرا لكل نجم ساعد في توصيل ملايين الهدايا لأسعاد ملايين الأطفال. أكثر شخص يستحق التكريم مش بس في فيديو، لا ده كمان يستحق الأوسكار. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت نجم مضيء.